انا عارفك خايف، وحتى احنا خايفين، ولكن صراحة مبغيتكش تخاف. ما خصكش تخاف، خاصك تفقد الامل، حيت قريب الذكاء الاصطناعي غادي يسيطر على العالم كامل. من اغرب الاسئله اللي تسولوني في مقابله عمل هو شنو كيبان لي في الذكاء الاصطناعي، وكيفاش انا كجرافيك ديزاينر كيفاش نقدر انني نتاقلم معاه. صراحه في ديك الوقت كان الجواب ديالي واضح، هو انه مازال سنوات للذكاء الاصطناعي باش انه يوصل للنيفو اللي حنا فيه ويخدم الخدمه اللي كنديروها حنا بنفس الجوده اللي كنديروها. يعني باش انك تبدع وتحط واحد الحاجه اللي مميزه كنت كنشوف انه الذكاء الاصطناعي مازال ما يقدرش يديرها، ولكن صراحه كيبان لي انه ممكن يكون غلط، حيت بكل بساطه بسبب هادشي اللي كنشوفوه دابا نقدروا من هنا واحد 3 سنين 5 سنين غادي من الاخر العالم يكون في واحد النيفو اخر. ما عرفتش واش هادشي يقدر يكون في الصالح ديالنا ولا ضدنا، ولكن نقدروا نديروا واحد المحاكاه بسيطه بناء على داكشي اللي وقع شحال هادي. الا عقلتوا في المدرسه كانوا تيقولوا لنا بلي في 2020 الطيارات غادي يوليو تيطيروا وغنوليو عايشين في عالم ديال المستقبل، وحنا وصلنا للمستقبل ولكن الطوموبيلات ما طاروش. وهذا الشيء ماشي حيت ما قادرينش نصنعوا واحد التكنولوجيا اللي تخلي طوموبيل تكون كتمشي في الارض وكطير في السماء حتى هي، ولكن باش انك طير بطوموبيل يقدر هذا الشيء يكلفك بزاف د الفلوس مقارنه مع داكشي اللي تخدم ليه ديك الطوموبيل داك الغرض. وفي نفس الوقت اصلا حنا وصلنا للدرجه ديال نقدروا نتنقلوا بسرعه اسرع من الطوموبيل اللي كطير وسرعه من الطياره براسها، واللي هي سرعه الانترنت. تقدر غير تكوموندي من التليفون ديالك وبلا ما تحرك من بلاصتك غيجيك ديليفري. يعني بلاصه ما انه انت تنوض وتركب في الطوموبيل ديالك اللي كطير وتخسر فلوس ديال بصح باش انك طير بها، حيت بطبيعه الحال تخسر فلوس اكثر من انك تمشي بها. تقدر غير تكوموندي في التليفون ديالك وغيجيك حتى لدارك. تندم على حاجه وحده ما درتيهاش في حياتك، هي انك ما درتيش الاي كوميرس. بلاتي يمكن سرحنا شويه، خلينا نرجعوا دابا للمدرسه والآلة. حنا شفنا كيفاش انه داكشي اللي قريناه في المدرسه ديال الطوموبيلات غادي يطيروا ما طاروش، ولكن الآلة بالصحراء ولات بلاصه اليد العامله. يعني الناس اللي كانوا تيحرثوا دابا غادي تشوف تراكتورات بلاصتهم، الناس مثلا اللي كانوا تيصرفوا الفلوس في البنكه ولينا كنشوفوا الاي تي ام كتخشي لاكارت ديالك كتجبدهم. ما بقيتيش كتحتاج بزاف باش تمشي دير بيلون مثلا باش تشوف الفلوس اللي عندك في الكونت، تقدر تشوفهم من لابليكاسيون. يعني بصح راه الآلة كما تنقولوا الآلة خدات البلاصه ديال اليد العامله بصح، ولكن واخا هكاك باقيين كنشوفوا الناس كيمشيو للبنكه باش يشوفوا شحال عندهم في الكونت، يمكن حيت ما كيعرفوش التكنولوجيا، ولا كنشوفوا حتى الناس كيزرعوا الاراضي بيديهم بكل بساطه حيت هما كيتخلصوا ثمن اقل من داكشي اللي تكلفك الاله. بطبيعه الحال مع الوقت غادي نلقاو بدائل الطاقه اللي غادي يخليونا انه التكلفه اللي غادي يطيحوا علينا دوك الالات غيكونوا رخاص بزاف مقارنه مع اي يد عامله كما بغات تكون. ولكن في نظري ماشي هادشي اللي كيخلع. علاش؟ حيت بكل بساطه هادشي غيخلي الحياه تكون اسهل وغتكون ارخص. حيت الا لاحظتي حنا حاليا عايشين الحياه ديال الملوك ديال شحال هادي، حيت شحال هادي الملك ما كانش عنده حمام، ما كانش عنده الانترنت، وما كانش عنده شحال من حاجه اللي عندنا حنا وكتبان لنا عاديه دابا. واللي اكثر من هادشي الملوك ديال ديك الوقت ما كانش يمكن لهم يديروا سبسكرايب. دير سبسكرايب باش تعرف راسك بلا راك انت احسن من الملوك شحال هادي. ولكن جديا دابا بصح تخيل معايا هادوك البوادر الاولى ديال انه الاله غادي تاخذ بلاصه اليد العامله كانت هي الاله ديال الطباعه مثلا. حنا عارفين انه بصح اغلب الخطاطين اللي كانوا كيكتبوا بيديهم في ديك الوقت مشات لهم الخدمه ديالهم، ولكن هادشي خلانا نقدروا نشريو كتاب ب 30 درهم عوض الاف الدولارات. وهادشي نقدروا نطبقوا على اغلب الحوايج اللي دازوا في التاريخ ديالنا واغلب التغيرات. ولكن هادشي ما كيعنيش انه المستقبل ديال البشريه مشرق كيف ما كنتخيلوا، حيت هادشي يقدر يكون هو السبب في دمار الحضاره ديالنا. وصراحه من ديما انا عندي واحد التساؤل وكنقول لي يمكن الحضارات اللي فاتوا قبل منا، الحضاره البابليه المصريه وبزاف د الحضارات اخرين، يقدروا يكونوا وصلوا لشي حوايج اللي مازال حنا كاع ما وصلنا لهمش. ماشي بالضروره هما يكونوا اخترعوا آلات الكترونيه ولا يكونوا اخترعوا مثلا الانترنت ولا اخترعوا شي حاجه بحال هكا بالضبط، ولكن وصلوا لشي حوايج اللي بطريقه اخرى. يعني الا شفنا شي عالم موازي مثلا ما غاديش نلقاو الكاميرات، ما غاديش نلقاو البولات، ولكن غنلقاو حوايج كيديروا نفس الوظائف ديالهم. وصراحه الحضارات القديمه راه ما كنعرفوش عليهم بزاف. راه الحضاره المصريه راه 7000 سنه ولا اكثر، 7000 سنه ولا اكثر، وحنا مازال ما كنعرفوش عليهم بزاف د الحوايج. حتى اللغات ديالهم ما كنظنش انه كانت عندهم غير لغه واحده اللي كنعرفوها حنايا، حنا كنعرفوا شي جوج ولا ثلاثه اللغات تقريبا. وحتى من الحضاره البابليه شحال من حاجه كانت مشات مع الحضاره ديالهم وما قدرناش نوصلوا لها، علما انه المؤرخين كانوا تيقولوا انه كانت من اغنى الحضارات في العالم. ولا يقدر مستقبل البشريه يكون كيشبه لداك الشيء اللي هضرات عليه آلة الزمن في 1895. المستقبل ديال البشريه كيف ما جا في الروايه ديال آلة الزمن هو ان البشر غينقسموا لجوج ديال الاجناس، وهذا الشيء كامل بسبب الطبقيه. غيولي عندنا احفاد الاغنياء اللي هما واحد الجنس مسالم غبي وعايش الرفاهيه، والاحفاد الفقراء اللي هما واحد الجنس همجي عايش تحت الارض
وكياكل في الجنس الاخر. حيت بكل بساطه الفجوه فاش كتكبر بين الفقراء والاغنياء، الاغنياء كتزيد الحياه ديالهم كتيسر وكيزيدوا يعيشوا الرفاهيه وكيتزادوا عندهم الفلوس والثروه ديالهم، والفقراء كيزيدوا فقر على فقر والامور ديالهم غاديه وكتدهور. وهذا الشيء صراحه في العالم ديالنا ماشي بعيد انه يوقع. علاش؟ حيت بكل بساطه حاليا الاحداث اللي كنعيشوها ديال الذكاء الاصطناعي، بكل بساطه الذكاء الاصطناعي يخلي بزاف ديال الخدام يمشيو، وهذا الشيء كيعني انه الناس الفقراء اللي كانوا خدامين دوك الخدامين اللي ولا كيديروا الذكاء الاصطناعي غتمشي لهم خدمتهم، وهنا غيتزادوا فقر على فقر. بينما الاغنياء هما اللي كيستثمروا في هذه السوق هذه وكيوليو كيدخلوا فلوس اكثر واكثر. ولا لاحظتي السوق ديال الذكاء الاصطناعي الشركات اللي مسيطره فيه هما نفس الشركات اللي كانوا مسيطرين من قبل. بحال عندنا مايكروسوفت ولات مسيطره على اكثر من 50% من اوبن اي اي اللي هي الشركه اللي مخرجه تشات جي بي تي ومخرجه دالي. الشركه ديال ادوبي اللي هي اللي كانت محتكره السوق ديال الجرافيكس باقيه محتكره السوق حتى دابا، وغاديه تزيد تحتكرو بسبب مثلا الفوتوشوب اللي كانوا داروها ديال انها كتقدر انك تحط لها واحد البرومبت، كتحط لها واحد كتخيل انت شي حاجه وكتحطها لك في التصويره ديالك. وكاين غيرهم بزاف د الشركات اخرى اللي كبيره اللي حتى هما مسيطرين على السوق ديال الذكاء الاصطناعي. ما حدنا كنا تنتكلموا على الروايه ديال آلة الزمن، قلنا انه احفاد الاغنياء هما جنس مسالم وغبي، والغباء ديالو منين جا؟ بكل بساطه جا من ديك الرفاهيه اللي عايشه. مثلا في الزمن ديالنا اغلب الدراري ما كيعرفوش يحسبوا، غتمشي تسول شي واحد في الزنقه دابا تقول ليه 13 في 12 ما غاديش يعرفها، في حين انها كتساوي 156. يقدر يسحب لك انني حسبتها زعما قبل ما نصور الفيديو، ولكن لا، بكل بساطه الطريقه سهله نقولها لك بالزربه. عندك 12 في 13 كدير 2 في 3 كتعطيك 6، وكدير 2 زائد 3 كتعطيك 5 كتحطها حداهم، وكتحط الواحد في الاخر اللي هو ديال 13 و 12 وكيعطيك 156. المهم الهدف من هذه القضيه اللي قلت دابا هي انه نبين لك انه حاليا الناس اغبى من داكشي اللي كانوا عليه، اولا نقدروا نقولوا القدرات العقليه ديالهم تدهورات. حيت بكل بساطه هو غادي يقول لك علاش انا غادي نفكر في 13 في 12 في حين انه نقدر نجبد التليفون ونحسبها بالزربه. يعني بسبب انه ما كيخدمش دماغه بزاف باش يحسب، دماغه ما كيترينيش على الحساب، وكيولي ثقيل في التفكير في انه يعرف مثلا شي حاجه رياضيه. ما كنهضرش غير على الحاجات الرياضيه هنايا، ولكن كنهضر بصفه عامه على الدماغ ديال بنادم. اغلب الناس ما عندهمش دوك المهارات البسيطه اولا ما تعلموهاش، بحال مثلا كيفاش انه يقدر يشعل العافيه الا كان في الغابه مثلا محنسر وما ما كاين حتى شي حاجه، اولا كيفاش يقدر يصنع اسلحه بدائيه ولا اي حاجه بحال هكا. يعني داكشي اللي كان شحال هادي بنادم كيعرف له دابا ما بقاش كيعرف له بكل بساطه، حيت ولات الصناعه متقدمه ولات عندنا التكنولوجيا مجهده بزاف، دونك ولا هادشي كامل تيخدم خدمتنا حنا اللي كنا تنخدموا اللي كان خاصنا نتعذبوا باش نديروها. ولكن حاليا ومع الذكاء الاصطناعي غادي نزيدوا غباء على غباء، يعني داكشي اللي كان غادي يزيد يطوبل، حيت بنادم ما يبقاش يخدم دماغه بزاف. زائد الذكاء الاصطناعي ولا كيدير كلشي. مثلا الوقيته اللي بان فيها تشات جي بي تي خلى الناس يوليو معكازين بواحد الطريقه كبيره، الوقيته اللي بان فيها ميد جورني مبقاش بنادم كيحط كاع يدي على فوتوشوب باش يخدم شي حاجه ولا يقاد مثلا واحد الفوتو مانيبيوليشن. وانا كنتفهم هذا الشيء، ولكن انك تخدمه بواحد الطريقه غبيه وبانه يسحب لك صافي يعني انا غادي نخليه هو يدير خدمتي وانا نقص الارض، هذا غلط. علاش نخليه يدير ديك الخدمه بصح ولكن انا نمشي نتعلم حوايج احسن من داكشي اللي كنت ندير؟ يعني داكشي اللي كان كياخذ لي الوقت ها هو كيدير، ونمشي ندير حوايج اخرين اللي غادي يزيدوا من الجوده ديال داكشي اللي كندير. وما حدنا كنهضروا دابا على انه الذكاء الاصطناعي ما حدو كيتطور، الغباء الطبيعي كيتزاد حتى هو. كاين واحد القصه اللي شفتها في يوتيوب شحال هادي ولكن ما عقلتش شكون اللي كان حاطها، اللي كتهضر على واحد العالم مستقبلي محتمل اللي انتشرت فيه صناعه الرقاقات اولا التشيبس. يعني كاين واحد الرقاقات تيدخلوهم في الجسم ديال بنادم باش يعطيوه شي حاجه، ومن هاد الرقاقات كانت الرقاقه ديال الذاكره. والشخصيه الرئيسيه في القصه كانت تهضر على اساس انه هو اخترع ديك الرقاقه ديال الذاكره باش تخلي الناس يقدروا يتفكروا اي حاجه، والاكثر من هذا الشيء يقدروا يسترجعوا اي حاجه مثلا من الذاكره. ما يحتاجش هو انه يبقى عاقل على شي حاجه حتى يقدر يرجع لها في اي وقت. بحال قلتي مثلا الكاميرا ديال سيرفيونس بحال هكاك، يعني يقدر يرجع لها يشوفها كيف ما هي في اي وقت بغى. هذه واحد الحاجه زوينه واختراع مفيد، ولكن المشكل شنو هو ان الناس مبقاوش كيعطيو قيمه للذكريات، مبقاوش كيعطيو قيمه للحظه الحاليه، حيت كيقول لك انه ماشي مشكل نقدر نرجع لها في اي وقت ونعاود نشوفها ماشي مشكل. ولكن المشكله ماشي هنايا، المشكله انه هذه صناعه، وفاش كنهضروا على الصناعه ضروري كنهضروا على الفلوس. البطل ديالنا فاش اخترع الرقاقه ديال الذاكره بانوا المنافسين ديالو، ولكن هو كان احسن واحد فيهم واحسن رقاقه هي ديالو. هنا المنافسين ديالو غيحاولوا يطيحوا الاحتكار ديالو على السوق. شنو غيديروا؟ غادي ينوضوا غيخترعوا واحد الفيروس اللي غادي يدمر الرقاقات ديالو. المشكله هنا شنو هي انه هذا الفيروس ما دمرش غير الرقاقات ديالو وصافي،
دمر حتى الرقاقات ديال الناس الاخرين اللي هما المنافسين نيت اللي اخترعوا داك الفيروس. وبهذا الشيء خلاو الرقاقات ديال الذاكره في العالم كامل تدمر. شنو كيعني هذا الشيء؟ كيعني انهم ولاو ديك الساعات كيعتمدوا على دماغهم. المشكله هي انه دازوا وقت كبير ما خدموش دماغهم وما خدموش الذاكره ديالهم الطبيعيه. شنو وقع من بعدها؟ بكل بساطه البشريه تدمرات، حيت بحال قلتي العالم كامل جا المرض ديال الزهايمر في نفس الوقت، ولدرجه نساو داكشي اللي بصح خاصهم يعرفوه باش يعيشوا. بحال مثلا الزراعه، نساو كيفاش يزرعوا، نساو كيفاش يصنعوا الاسلحه، نساو كيفاش يقادوا مثلا الماء باش يشربوا مثلا، ولا يديروا تحليه مياه البحر. هادشي كامل نساوه، وهادشي خلى انه البشريه تنقرض بسبب هاد الرقاقه ديال الذاكره. يقدر هادشي يجيك واحد القصه زوينه ولكن ما تقدرش تكون في بصح، ولكن بصح تقدر توقع. حيت كما قلنا في الاول، الذكاء الاصطناعي شحال ما كيتطور، الغباء الانساني الطبيعي كيتدهور، ولا يقدر يكون واحد العالم مستقبلي محتمل حتى هو بحال داكشي اللي كان جا في الفيلم ديال ماتريكس. اغلبنا تفرجنا في الفيلم ديال ماتريكس، ولكن غنعطيكم بكل بساطه شنو كان طرا فيه. القصه ديال ماتريكس بخلاصه هو انه في واحد الوقت انتشرت الصناعه ديال الروبوتات، ولاو كيديروا اي حاجه، لدرجه اي واحد عنده في دارو خادم روبوت. المشكله الكبيره هي انه هاد الروبوتات ولا عندهم وعي بحال الانسان. هنا غادي تنوض ثوره ديال الروبوتات على هاد القضيه هادي، وغيوليو حتى هما كيدافعوا على حقوق الروبوتات. هادشي غيخلي انه غتنوض واحد الحرب بين البشر والروبوتات، واللي غينتصروا فيها الروبوتات. من بعد شنو غادي يديروا؟ غادي يقدوا واحد الماتريكس اولا واحد المصفوفه اولا واحد النظام اللي غادي يدخلوا فيه البشر في واحد الكبسولات، وغادي يخليهم يعيشوا في واحد الخيال، اولا يعيشوا ديك الحياه اللي هما باغيين، الحياه اللي كيتمناوها كيعيشوها في الحقيقه، وما معرفينش انه هذيك غير محاكاه. وعلاش بكل بساطه داروا هذه القضيه؟ هو باش انهم يخليو البشر يكونوا على شكل طاقه، باش انهم يغذيو الحاجيات ديالهم الطاقيه. وصراحه هذا المستقبل تا هو ماشي بعيد انه يوقع. علاش؟ حيت حاليا ولاو شي علماء كيكتشفوا انه كاينين واحد البوادر ديال الوعي عند الذكاء الاصطناعي حاليا. صراحه الا سولتيني انا شنو تيبان لي في هذا الشيء، ما نكذبش عليك، هادشي صراحه كيخلع. انا من ديما كنت من الناس اللي متفائلين بالمستقبل، وديما تيقول جايين شي حوايج زوينين في المستقبل. وانا ماشي زعما ضد الذكاء الاصطناعي، وماشي تنقول انه خصنا نحبسوا الذكاء الاصطناعي، ولكن صراحه هادشي كيخلع. انا جرافيك ديزاينر وفيديوغرافر في نفس الوقت، واغلب الناس كيهضروا على الذكاء الاصطناعي في هاد الجهه ديال الفيديوغرافي، ديال الديزاين، وحتى من الكوبي رايتين. مثلا فاش بان تشات جي بي تي ولا بان كوبي دوت اي اي، هادو كاملين كانوا بزاف د الناس تيقولك الكوبي رايترز ما غاديش يبقاو يخدموا، الفيديوغرافرز ما يبقاوش يخدموا، الديزاينرز ما يبقاوش يخدموا. ولكن بغيت نقولك حاجه وحده، الاساس ديال الذكاء الاصطناعي هو البرمجه. حيت الذكاء الاصطناعي بكل بساطه خرجته شركه اللي برمجاته. هادشي علاش تقدر تجيك في راسك الفكره ديال علاش ما نوليش مبرمج وهكا غادي نقدر نكون خدام. يعني غادي نخدم وغادي نقاد حتى انا برامج بالذكاء الاصطناعي وغادي يخدموا بهم الناس، وهكا غنكون انا خدام وكندخل فلوس في الوقت اللي الناس الاخرين ما لاقيينش خدمه. صراحه فكره زوينه ومنطقيه، ولكن بغيت نقول لك مرحبا بك معنا، حيت حتى انت غتمشي لك خدمتك. حيت في نظرك شنو اللي غيخلي الذكاء الاصطناعي ما يقدرش يبرمج حتى هو راسو؟ حيت ما حد الذكاء الاصطناعي يقدر يوصل للحاجات اللي فيهم ابداع وفيهم ايماجينيشن، كيفاش انه ما يقدرش يوصل يبرمج؟ اصلا دابا راه تشات جي بي تي راه كتكتب ليه شي حاجه، بغيت مثلا شي كود شي حاجه راه كيكتبوا لك. دابا السؤال هو شنو الحل؟ الحل الاول هو تجلس تبكي وتقول الذكاء الاصطناعي كياخذ بلاصتنا، خصنا نحاربوا الذكاء الاصطناعي. والحل الثاني هو انك كل مره تبقى تتعلم مهارات جداد. دابا حاليا مثلا نقدر نكون انا فيديوغرافر، من بعد نقدر نتعلم الحاجات اللي مازال ما كيديرهمش الذكاء الاصطناعي باش نقدر انا نديرهم ونخليه هو يدير هادشي اللي كنديرو انا دابا. مثلا الا خرج مثلا شي ذكاء اصطناعي تيدير شي حاجه بالضبط اللي انا مثلا هي اللي كتاخذ لي بزاف الوقت، مزيان. يعني هادشي غيخليني انني نقاد داكشي اللي بغيت في وقت اسرع، وهادشي غيسهل عليا الخدمه بطبيعه الحال. غير هو المشكل الوحيد اللي غيكون عندك هو انه بزاف الناس غيقدروا يديروا نفس ديك الحاجه اللي شحال هذيك كنت كتعرف ديرها غير نتايا. ولكن القرار في الاخر كيبقى ديالك، اما تتبع الحل الاول ولا الحل الثاني. شكرا حيت وصلتي للخر ديال الفيديو. ما تنساش تخلي معك واحد لايك وسبسكرايب الا ما كنتيش مابوني، وما تنساش تشوف شي فيديو من هاد الفيديوهات اللي هنايا وتابونا في لاشين.